السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اسبيس اون فورس. اليوم مع اول درس تقرا في الاناتومي اللي هو لا سيلول. اولا اجيو نعرفوا الاصل منين جاتنا هاد لا سيلول. اذا كيف ما تشوفوا في ليماج اللي قدامكم وكيف ما كتعرفوا ان كل شيء حولنا مكون من ذرات، يعني ان اصل الكون ككل يبدا من الذره. هاد الذره اللي هي اتوم زائد ذره اخرى تعطينا لا موليكول اللي هي الجزيئه. هاد الجزيئه الا تجمعتنا مع جزيئه اخرى مثلها تعطينا لا سيلول اللي هي الخليه. هاد الخليه الا تجمعت مع خليه اخرى تعطينا التيسيو اللي هو النسيج، اللي هو الدرس الموالي لهذا الدرس ان شاء الله. هاد النسيج الا تجمعنا مع نسيج اخر يعطينا اورغان عضو. هاد العضو الا تجمع لنا مع اعضاء اخرى اللي كيأديو نفس الوظيفه يعطيونا واحد الجهاز. بحال هنا عطاونا الجهاز الهضمي. هاد الجهاز الهضمي الا تجمع لنا مع اجهزه اخرى مثلا الجهاز التنفسي التناسلي العصبي يعطينا الانسان ككل. وبالتالي عرفنا أن أصل الخلية من ذرة. إذا هذه الخلية هي أصغر وحدة حية. السؤال المطروح اللي يقدر يجيكم لبالكم هو علاش ما قلناش أن الذرة هي أصغر وحدة حية؟ الجواب لأن الذرة هي من المكونات الأساسية للمادة وليست بوحدة حية. أما الخلية هي أصغر وحدة حية لأنها قادرة على أداء جميع الوظائف الضرورية للحياة مثل النمو والتكاثر، وهذا أمر أساسي لتعريف الحياة. إذا دابا غنشوفو البلان اللي غنخدمو عليه. أول حاجة غنبداو بها طبعا هي لا ديفينيسيون دون سيلول. ثاني حاجة غنشوفو لي تيب دي سيلول. أولا كبير غنشوفو ستركتور د لا سيلول، غنشوفو لا ممبران سيلولير وبلازميك، غنشوفو ستركتور ديالو، وغادي نشوفو لي ترونسبور ممبرانير. موراها غادي نشوفو لو سيتوبلازم ونشوفو كاع المكونات ديالو من سيتوزول سيتوسكوليت ولي زورغانيت كاملين. وطبعا ما نساوش لي فورم ولا تاي. اذا نبداو. خصكم تعرفوا ان لوم بوسيد 1 مليون د مليار سيلول دون سون اورغانيزم، يعني ان الانسان كيملك ملايين المليارات من الخلايا في الجسم ديالو. ودابا غنشوفوا التعريف ديال هذه الخليه باللغه الفرنسيه وطبعا باللغه العربيه الفصحى باش كلشي يفهم. Une cellule est une unité biologique essentielle qui se trouve dans chaque être vivant présent sur la Terre, excepté les virus. Elle est l'élément de base fonctionnel et structural qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. Son noyau contient les chromosomes, autrement dit le matériel génétique de l'être humain. بالعربية الخلية هي وحدة بيولوجية أساسية موجودة في كل كائن حي على الأرض ما عدا الفيروسات، وهو العنصر الوظيفي أو وهي العنصر الوظيفي والهيكلي الأساسي الذي يشكل أنسجة وأعضاء الكائنات الحية، وتحتوي نواتها على الكروموسومات أي المادة الوراثية للإنسان. شنو خصكم تفهموا من هذا الشيء؟ أن الخلية كاينة في جميع الكائنات الحية اللي كاينة على الأرض ما عدا الفيروسات، وهي إلي ليليمون دو باز فونكسيونيل استركتورال. خصكم تعقلوا على جوج كلمات بالضبط، فونكسيونيل استركتورال. شنو كتعني فونكسيونيل اولا الوظيفيه؟ هي يعني ان مجموع وظائف الجسم اللي كنعرفو هي ناجمه عن مجموع الوظائف اللي كتأديها كل خليه على حده. وشنو كتعني ستركتورال؟ اللي هي هيكليه ولا بنيويه، يعني انها مسؤوله عن بناء كل كائن حي بانسجته واعضائه عبر تآلف عدد كبير من الخلايا، زائد ان النواه ديالها كتحتوي على لي كروموزوم اي الماده الوراثيه ديال الانسان يعني لا دي ان. اذا دابا غنشوفوا لي تيب دي سيلول. اون ديستينغ دو غون تيب، يعني كاينين جوج ديال انواع كبار ديال الخلايا. اول نوع اللي هما لي سيلول اوكاريوت، الخلايا حقيقيه النواه، هذا هو التعريف ديالهم. وهاد ليماج اللي كتبين الشكل ديالها هو شكل دائري. لي سيلول بروكاريوت اللي هما الخلايا بدائيه النواه، هذا التعريف ديالها وهذا الشكل. وعندنا ان لي سيلول اوكاريوت فيهم جوج ديال الانواع، لي سيلول انيمال وفيجيتال. هما لي سيلول فيجيتال يعني الخلايا النباتيه، ولي سيلول انيمال يعني الخلايا الحيوانيه.
إذا شنو هما هاد لي سيلول أوكاريوت أولا الخلايا حقيقية النواة؟ قالك ال بوسيد ان نوايو كونتونون لو ماتيريال جينيتيك، هما كيملكو نواة فيها يعني كتحتوي هاد النواة ديالهم على الماتيريال جينيتيك، يعني على المادة الوراثية. مثال فين نقدروا نلقاو هاد الخلايا؟ نلقاوهم عند لوم اللي هو الإنسان، ولا عند لا لوفور اللي هي الخميرة، هذا كمثال. إذا النوع الثاني لي سيل بروكاريوت أو الخلايا بدائية النواة، قالك elles sont dépourvues de noyau, leur matériel génétique est donc libre dans la cellule. exemple لي بكتيري. شنو كتعني هادشي؟ يعني انهم هما ما كيملكوش نواة، ما عندهمش نواة، يعني المادة الوراثية ديالهم فين كاينة؟ هي كتكون ليبر في الخلية، كتكون حرة في الخلية. مثال عطاونا هنايا كاينين لي بكتيري. دابا حنا غنشوفو النوع الاول اللي كيهمنا لي سيلول الاوكاريوت، بالضبط لوم الانسان. دابا غنشوفو في هذا الانسان شنو كاين فيه. عندنا قالك l'organisme humain commence par n'être qu'une seule cellule qui subit non seulement une succession de divisions pour former des milliards de cellules, mais chaque cellule va en plus se spécialiser pour accomplir une tâche particulière. Cette spécialisation ou différenciation cellulaire permet de distinguer environ 200 types de cellules qui peuvent être classées en 4 grandes catégories. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان جسم الانسان جانا من خليه وحده اللي ما كيطرى لهاش غير الانقسامات باش تعطينا ملايير الخلايا، ولكن كل خليه كتخصص لينا باش تعطينا واحد لاطاش بارتيكولي، يعني باش كتعطينا واحد المهمه خاصه بها. يعني هذا الاختلاف اللي كاين ما بين الخلايا وهذا التخصص ديالهم، يعني كل واحد والمهمه ديالو، غيعطينا واحد 200 نوع من الخلايا. يعني في جسم الانسان كاين 200 نوع، هاد 200 نوع غتنقسم لينا لربعة ديال الخلايا كبار في جسم الانسان. يعني هاد 200 غينقسموا لربعة ديال الخلايا كبار اللي هما لي سيلول موسكولير، لي سيلول نيرفوز، لي سيلول تيسيو كونجونكتيف، لي سيلول ابيثيليال. شنو هما هاد لي سيلول موسكولير؟ هما الخلايا العضليه، يعني خلايا ديال العضلات. شنو هما لي سيلول نيرفوز؟ هما الخلايا العصبيه. وشنو هما لي سيلول دو تيسي كونجونكتيف؟ يعني خلايا ديال النسيج الضام. يعني باقي غتقراو هاد الدرس ديال لي تيسيو كامل مورا هاد الدرس ديال لي سيلول، ولكن نعرفكم شنو هو التيسيو كونجونكتيف. هو عباره على واحد النسيج يقوم بدعم او بربط العظام والانسجه الاخرى ببعضها، ولا كيعطينا مثلا المرونه حيث يتواجد مثلا في الرئتين، ولا الشرايين كيعطيهم الارتداد. يعني هو يتواجد في اي مكان من الجسم، يقوم بالدعم ولا بالربط ديال حاجه مع حاجه اخرى ياكو. شنو هما لي سيلول ابيثيليال؟ هما عباره عن خلايا ظهاريه، هما خلايا كيتحدوا باش يغطيو احد اعضاء الجسم. دابا ندوزو نشوفو لي فورم، وغنبداو بهذا الربعه ديال الخلايا الرئيسيه في الجسم. عندنا لي سيلول ابيثيليال كيفاش داير الشكل ديالها، ان كوب او دان سيلندر بلوس او موان ابلاتي، يعني هو مكعب او اسطوانه مسطحه، يعني باين الشكل ديالو هو مكعب او اسطوانه مسطحه. اذا لي سيلول موسكولير هي الخلايا العضليه، الشكل ديالها الونجي اي فوزيفورم، يعني هو ممدود ومغزلي، ها باش داير بحال المغزل هكا مغزلي. اذا ندوزو للسيلول نيرفوز اللي هما الخلايا العصبيه، الشكل ديالها كيفاش داير. اذا ايطوالي اي الونجي، ايطوالي يعني على شكل نجيمه، وهكا الونجي شويه ممدد، هكا شو داك الامتداد اللي عندها في التالي. ندوزو سيلول تيسو كونجونكتيف اللي عاد هضرنا عليه، هو عباره عن خلايا ديال النسيج الضام، يعني قلنا كيتواجد في اي مكان في الجسم ديالنا. يعني هو هاد الخلايا مختلف الشكل ديالها، مختلف على حسب الموقع فاش جات وعلى حسب المهام ديالها. عندنا لي فيبروبلاست هما الاساسيين، هو تقريبا هي لا باز ديال هاد لي سيلول ديال هاد التيسو، ولا باز هو الشكل ديالها ايطوالي، يعني نجيمه بحال هكا. دابا نشوفوا امثله اخرى لخلايا اخرى في جسم الانسان. مثلا عندنا خلايا الدم البيضاء الشكل ديالها غون يعني دائري، خلايا الدم الحمراء الشكل ديالها بيكونكاف يعني ثنائي التقعر، وناخذ اكبر خليه في جسم الانسان اللي هي البويضه الشكل ديالها سفيريك يعني كرويه. ندوزو دابا نشوفوا لا طاي ديال هاد لي سيلول.
عندنا لي سيول اوكاريوت سون جينيرالمون بلو غروند كو لي سيول بروكاريوت، يعني لي سيول اوكاريوت هما كبار على لي سيول بروكاريوت. علاش؟ لحقاش لا طاي ديال لي زوكاريوت ما هما ما بين 10 حتى ل 100 ميكرومتر في الموين، اما لي سيول بروكاريوت هما ما بين 0.5 حتى ل 5 ميكرومتر في الموين ديالهم. اجيو نشوفو لي سيول اوكاريوت بالانواع ديالهم بجوج. الانيمال شحال فيها 20 ميكرومتر، ولي سيول فيجيتال في عندهم 100 ميكرومتر. نرجعو لي سيول بروكاريوت وناخدو ليكزومبل اللي كنا شفناه هو لا بكتيري، هي فيها تقريبا 2 ميكرومتر. اجيو نقارنوها مع لي فيروس، تقريبا لا طاي ديال لي فيروس هي ما بين 50 حتى ل 100 نانو متر. كنعرفوا ان واحد نانومتر فيه 0.001 ميكرومتر. حنا نعتبروا هاد الفيروس كاع تقريبا فيه 100 نانومتر، يعني هو قدام لا بكتيري كيسوى يلا 0.1 ميكرومتر، باش تعرفوا الصغر ديال الفيروس مقارنة بلا بكتيري. دابا غنكونو سالينا الفقرة اللي فيها لا طاي ديال لا سيلول لي فورم ديالها ولا ديفينيسيون. دابا غندوزو نشوفو لا ستركتور د لا سيلول، وغنبداو بلا ممبران سيلولير او بلازميك. كيفما تشوف لا définition, la cellule est entourée par une membrane plasmique délimitant un espace intérieur contenant le cytoplasme et différents organettes d'un espace extérieur. قالك بلي الخلية محاطة بغشاء بلازمي يحدد مساحة داخلية تحتوي على السيتوبلازم وعضيات مختلفة من مساحة خارجية. كيف ما كتشوف في الصورة ان الخلية محاطة بواحد الغشاء كيتسمى الغشاء بلازمي، بالفرنسية لا ممبران سيلولير. دابا نشوفو ستركتور ديال هاد لا ممبران، نشوفو مناش كيتكون. إذا la membrane plasmique ou cellulaire est composée de phospholipides qui lui confèrent sa structure de base, auquel s'ajoutent des molécules de cholestérol qui augmentent la perméabilité et la rigidité de la membrane. قالك يتكون غشاء البلازما أو الخلية من الدهون الفوسفاتية التي تمنحه بنيته الأساسية، والتي تضاف إليها جزيئات الكوليسترول التي تزيد من نفاذية الغشاء وصلابته. يعني ان هاد لا ممبران سيلولير كيتركب من لي فوسفوليبيد هما لا باز ديالو، وكيتزادوا ليه دي موليكول ديال الكوليسترول اللي كي اوغمونطيو يعني كيزيدوا من النفاذيه ديال هاد الغشاء والصلابه ديالو. نكملوا. داك la membrane cellulaire est également composée de protéines qui assurent la plupart de ses fonctions spécifiques. On distingue différentes formes d'association protéique à la membrane: les protéines intrinsiques, une partie ou la totalité de la protéine est intégrée dans la membrane, et extrinsique, la protéine se trouve à l'extérieur de la membrane. يعني ان هذا الغشاء ديال الخليه كيتركب ايضا من البروتينات اللي كتقوم بمعظم وظائفها المحدده. كاين اشكال مختلفه من هاد البروتينات، كاين بروتينات داخليه هما اللي كيكونوا في الداخل ديال الغشاء، والبروتينات الخارجيه كيكونوا خارج الغشاء. اذا دابا غندوزو نفهمو اكثر هاد لا ممبران سيلولير ونفهمو التركيبه ديالو. قلنا لا باز ديالو هما لي فوسفوليبيد، هما لا باز ديال هاد لا ممبران، وقلنا كيتزادوا عليهم واحد الجزيئات ديال الكوليسترول اللي كيزيدوا من النفاذيه والصلابه ديال هاد الغشاء. وكاينين لي بروتين، حتى هما كنلقاو بروتين كاين في الداخل ديال الغشاء وفي الخارج ديالو. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي بروتين بحال هذا اللي في الزرق، وكاين هذا اللي في الموف حتى هو بروتين. وكنلقاو ايضا كيتواجد كاينين دي شين دو غلوسيد، هما هادوك اللي بالصفر. اذا باش تزيدوا تفهموا اكثر نعتبروا ان هذه الخليه هي عباره عن مدينه، وهذه المدينه محاطه بجدار اللي كيفرق هذه المدينه على المدينه الاخرى اللي حداها اللي هي حتى هي خليه اخرى. اذا هذه المدينه اللي دايره بهذا الجدار، هذا الجدار هو لا ممبران سيلولير. وكيف ما كتعرفوا ان الجدار التركيبه ديالو يعني باش كيبنيوه من الياجور طوب والاسمنت، يعني حنا هاد الياجور ولا الطوب ديالنا هما لي فوسفوليبيد، هما لا باز اللي قلنا، وهاد الاسمنت هما الكوليسترول، يعني هما اللي قلنا كيزيدوا النفاذيه والصلابه ديال داك الجدار. الكوليسترول طبعا، وغنزيدوا حتى لي بروتين حتى هما كيتواجدوا لنا في هاد الجدار، هما اللي مهمين بزاف. لي بروتين والكوليسترول هما الاسمنت ديالنا، وحنا لي فوسفوليبيد هما داك الياجور. اذا دابا هاد لي فوسفوليبيد اجيو نقراو عليهم مزيان ونفهموهم.
قال لك les phospholipides sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent un pôle hydrophile qui aime l'eau, la tête, et un pôle hydrophobe qui n'aime pas l'eau, la queue, formant ainsi une bicouche phospholipidique. اولا اجو نفهمو شنو كتعني كلمه امفيفيل. اجو نقسموها، تعطينا امفي كتعني مزدوج، فيل كتعني الالفه، يعني عنده مزدوج الالفه، جوج ديال الخاصيات، مثلا خاصيه محب الماء وخاصيه كاره الماء، ولا تكون عنده خاصيه محب الماء ومحب ايضا للدهون، يعني في نفس التركيبه عنده جوج ديال الخاصيات. عندنا هاد لي فوسفوليبيد عندهم هاد الخاصيه، حيث ان الراس ديالهم لا تيت كيبغي الماء هو هيدروفيل، والذيل لاكو هو غير محب للماء يعني هيدروفوب. دابا نشوفوا لي فونكسيون ديال هاد لا ممبران. اول فونكسيون هو لا بروتيكسيون دو لا سيلول دو ميليو اكستيريور، يعني كيحمي الخليه من البيئه الخارجيه ديالها. ثاني فونكسيون هي l'individualité de la cellule، يعني la membrane qui entoure la cellule forme des compartiments fermés la sépare des autres cellules، يعني ان هاد الخليه كتولي فردانيه، كتولي بوحديتها، يعني هاد الغشاء كيخليها تكون بوحدها وكيفرقها على الخلايا الاخرى. ثالث فونكسيون هي échange de molécules entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. La membrane contrôle ainsi l'entrée de substances nutritives et le rejet des déchets، يعني تبادل الجزيئات ما بين البيئة خارج الخلية وداخل الخلية، يعني هذا الغشاء كيتحكم في دخول عناصر غذائية ولا في إطلاق النفايات ديالو، يعني لو روجي ديال لي ديشي ديال هاد لا سيلول، يعني كتسالي الخدمة ديال شي حاجة كدير لها لو روجي، تطرحها خارج هاد الخلية. كاين ايضا la reconnaissance de certains produits par le biais de récepteurs présents dans la membrane auquel elle va réagir. Elle est donc une sorte de capture de signaux externes, permet la cellule de se modifier en réponse aux modifications de l'environnement، يعني التعرف على منتجات معينة من خلال المستقبلات الموجودة في الغشاء والتي سوف تتفاعل معها، وبالتالي فهي نوع من أجهزة الاستشعار للإشارات الخارجية التي تسمح للخلية بتعديل نفسها استجابة للتغيرات في البيئة، يعني أن هذه الخلية كتمتلك واحد المستقبلات في الغشاء ديالها اللي كيمكنوها باش تعرف شنو كيطرا خارج الخلية. كاين ايضا identification de la cellule par la présence d'antigènes spécifiques tels que les protéines du système HLA ولا les groupes sanguins et rhésus، يعني ان السيستم immunitaire كيتعرف عليها من خلال لي سانتيجين ديالها. ندوزو دابا لي ترانسبور membranaire. La cellule est une unité vivante, elle se nourrit en puisant dans le milieu extracellulaire les nutriments nécessaires au maintien de son activité et de sa croissance. Elle rejette dans ce même milieu les produits de dégradation inutiles ou toxiques، يعني ان هاد الخليه كتغذى عن طريق الوسط الخارجي ديالها وكترمي فيه ايضا الفضلات ديالها. وهاد لا ممبران سيلولير اللي هضرنا عليه قبيله هو سمي بيرميابل، يعني ما كيخليش اي حاجه تدخل، بحال مثلا لي ماكروموليكول عند الجزيئات الكبار ولي الكتروليت، يعني الطريق باش مناش يدوزو هما دوك لي بروتين اللي كنا هضرنا عليهم، يعني هادشي باش كيخلي ان الخليه تقدر تنظم لي كونسونطراسيون ديالها. اذا خصكم تعرفوا ان هاد لي ترانسبور ممبرانير اولا موليكولير كاينين جوج، كاين ترانسبور باسيف وكاين ترانسبور اكتيف. اذا غنبداو بالترانسبور باسيف ونشوفوا لا ديفينيسيون ديالو. قالك لي موليكول بوف ترافيرسي لا دوبل كوش ليبيديك اللي هضرنا عليها هما دوك لي فوسفوليبيد par un mouvement spontané vers l'équilibre sans apport d'énergie dans le sens du gradient de concentration، يعني هاد لي موليكول كينتقلوا بواحد الحركه عفويه من اجل التوازن، ما كيحتاجوش للطاقه سون لابور دينيرجي او دون لو سونس دو غاديان دو كونسونطراسيون، يعني كيتبعوا منحى تدرج التركيز، يعني كيمشيو في نفس منحى التركيز. هاد ترانسبور باسيف فيه جوج، كاين باغ ديفوزيون وكاين باغ اوسموز. حنا غنبداو باغ ديفوزيون اللي كيعني la diffusion est le mouvement des molécules d'une zone où ils sont en concentration élevée vers une zone où ils sont en faible concentration، يعني كيف ما شرحت كيمشيو من اكثر تركيز لاقل تركيز. هاد ديفوزيون فيه جوج، كاين ديفوزيون سامبل وديفوزيون فاسيليتي. شنو كيعني diffusion simple؟ Lorsque qu'une molécule de petite taille, souvent liposoluble, traverse directement la bicouche phospholipidique.
يعني هو ديفيوزيون ديال لي بتيت موليكول، ديال البسيسطة، يعني ديال الجزيئات الصغارين. قال لك سوفون لي بوسولوبل، يعني هما قابلين للذوبان في الدهون، اغلبيه ديالهم هما اللي كيقدروا يدوزوا من دوك لي فوسفوليبيد اللي كنا شرحنا. مثال بحال الاكسجين، ديوكسيد كربون، لوغي، لي غريس، هادو كيقدروا يدوزوا بطريقه سهله. النوع الآخر هو diffusion facilitée. قالك lorsque la molécule doit utiliser une protéine transmembranaire pour être transportée souvent hydrosoluble. يعني هاد الجزيئات خصهم ضروري يستعنوا بواحد البروتين ترانسممبرانير، يعني دوك لي بروتين اللي كاين في هاد لا ممبران سيلولير، يعني كيستعملوهم باش يقدروا يدوزوا. قالك souvent hydrosoluble، يعني هما كيكونوا مذابين في الماء. يعني بحال هكا دابا غندوزو لباغ اوسموز. التعريف ديالها هو c'est le processus de la diffusion de l'eau dans différents milieux lorsqu'il y a une différence de concentration entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Les molécules d'eau se déplacent pour diluer le milieu le plus concentré en soluté jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement équilibre des concentrations. بالعربية إنها عملية انتشار الماء في بيئات مختلفة عندما يكون هناك اختلاف في التركيز بين الوسط داخل الخلايا وخارجها. تتحرك جزيئات الماء لتخفيف الوسط الأكثر تركيزا بالمذاب حتى يحدث في النهاية توازن في التركيزات. هذه كتخص جزيئات الماء فقط اللي كتنتقل لينا باش يخففوا الوسط اللي كيكون أكثر تركيز. يعني هما كينتقلوا باش يمشيو لداك الميليو اللي كيكونوا بلو كونسونطري، اللي كيكون مركز بزاف، كينتقلوا ليه باش يخففوه من اجل النهايه يكون عندنا واحد التوازن في التركيزات. يعني هما كيمشيو من واحد الوسط يعني داخل الخليه للخارج ديالها، فين ما كان الوسط كيكون التركيز ديالو طالع كينتقلوا ليه. عندنا فيه 3 ديال الانواع. نبداو بأول نوع. Si le milieu extracellulaire et intracellulaire sont de même concentration, on dit que la solution est isotonique. يعني أن التركيز ديال الوسط خارج الخلية مقارنة مع التركيز اللي كاين داخل الخلية كيكون نفس المستوى، كيكون نفس التركيز، هنا كنسميوه isotonique. تاني نوع. Si le liquide extracellulaire est moins concentré que la cellule, on dit que le milieu est hypotonique. La cellule se gorge alors de phénomène de turgescence et gonfle. يعني أن تركيز الوسط خارج الخلية كيكون قل من تركيز وسط داخل الخلية، وهنا هذا الوسط خارج الخلية كيتسمى hypotonique، كيكون فيه تركيز قليل. وشنو كيطرى؟ الماء كيدخل للخلية باش يخفف التركيز ديالها اللي كيكون عالي اكثر من خارج الخلية، وهنا كتوقع لنا هاد لا فينومين اللي طرات كتسمى لا فينومين دو تورجسونس، وبالتالي الخلية كتغونفلا يعني كتنفخ. دابا ندوزو للثالث نوع. Si le liquide extracellulaire est plus concentré que la cellule, on dit que le milieu est hypertonique. De l'eau diffuse hors de la cellule, phénomène de plasmolyse et rétrécit. يعني أن تركيز وسط خارج الخلية كيكون أكثر من تركيز وسط داخل الخلية، وهنا هذا الوسط خارج الخلية كيتسمى hypertonique، وبالتالي الماء كيخرج من الخلية باش يقدر يخفف هذا التركيز اللي كيكون طالع اللي كيكون خارج الخلية، وهذا لا فينومين كتسمى فينومين دو بلاسموليز، وبالتالي هذه الخلية غيتريسي يعني كتقلص. دابا نشوف واحد الريزومي اللي غيفيدكم بزاف باش تقدروا تفرقوا ما بين باغ ديفوزيون و باغ اوسموز. قلنا بلي باغ ديفوزيون كيخص لي ميكرو موليكول يعني لي موليكول الصغار، و باغ اوسموز كيخص لا موليكول دو بوحديتها. قلنا باغ ديفوزيون فيه جوج. ديفوزيون سامبل اللي هو هاد لو ترونسبور كيدوزو لي موليكول باغ دوك لي فوسفوليبيد، يعني كيحتاجو غير لي فوسفوليبيد بوحديتهم، مكيحتاجوش كاع شي ناقل. اما ديفوزيون فاسيليتي هو كيحتاج النواقل، يعني كيحتاج دوك لي بروتين اللي كاين في داك الغشاء، ضروري خصو لي بروتين باش يقدر يدوز. عندنا باغ اوسموز قلنا كاين 3 ديال الانواع. اول نوع اللي هو ايزوتونيك، هنا التركيز اللي كيكون داخل الخليه مقارنه مع التركيز اللي كيكون خارج الخليه كيكونوا نفس التركيز في نفس المستوى. عندنا ثاني نوع اللي هو ايبوتونيك، هنا تركيز خارج الخليه كيكون اقل من التركيز داخل الخليه، وبالتالي الماء اللي كيكون خارج الخليه كيدخل للوسط ديال الخليه باش يقدر يخففها، وهنا لا سيلول كتنفخ.
ليبرتونيك هنا العكس، كيكون الوسط خارج الخلية كيكون أكثر من داخل الخلية، وبالتالي هذا الماء اللي كيكون وسط الخلية كيخرج باش يخفف الوسط خارج الخلية. الوغ ندوزو لو ترونسبور اكتيف. كما تشوف لا ديفينيسيون ديالو: le transport actif exige de l'énergie, l'ATP, pour rendre la structure transporteuse capable de fonctionner contre un gradient de concentration. Elle est utilisée principalement pour le transport des macromolécules, exemple glucose, les acides aminés, ou des électrolytes, exemple sodium, potassium. Ce transport nécessite un transporteur protéique, souvent dénommé pompe, situé au niveau de la membrane plasmique et qui assure le rôle d'un passeur. يعني أن في هذا الترونسبور أكتيف كيكون كونتر ان غراديان دو كونسونطراسيون، كيكون ضد منحى التركيز، لهذا هو كيحتاج للطاقة لا تي بي، عكس الترونسبور باسيف كيف ما شفنا هذا كيكون في نفس منحى التركيز، لهذا هو ما كيحتاجش للطاقة. فهذا الترونسبور أكتيف هو كيختص أساسا بلي ماكرو موليكول، يعني الجزيئات الكبار بحال الجليكوز بحال الأحماض الأمينية، و لي زيليكتروليت بحال الصوديوم والبوتاسيوم. وكيحتاج لينا دوك لي بروتيين اللي كنا شفنا كيكونوا في لا ممبران سيلولير. هادوك لي بروتيين هما اللي كيديروا النقل ديال هاد لي ماكرو موليكول، وبالتالي هاد لي بروتيين كنعطيوهم الاسم ديال مضخه. ندوزو نشوفوا لي بروتيين دو ترونسبور. Certains transports nécessitent l'intervention de protéines présentes dans la membrane cellulaire. Ces protéines transpercent la membrane de part en part et fonctionnent comme des portes. Il y en existe 3 types différents. كيف ما كتعرفوا ان لي بروتين كيساعدونا في النقل ديال دوك الجزيئات اللي مكيقدروش يدوزو بطريقه عاديه من دوك لي فوسفوليبيد كيف ما شفنا في لو ترونسبور اكتيف. وهاد لي بروتين هما اللي كيخدموا وبحال دي بورت. وقلنا كاين 3 ديال الانواع. نشوفوا النوع الاول هو لوني بور، ترونسبور دون سول سبستانس دون اون ديريكسيون، يعني ما عنده اتجاه واحد، كيتم النقل ديال جزيئه واحده ولا ماده واحده في اتجاه واحد. سامبور ترونسبور دو دو موليكول ديفيرون دون لا ميم ديريكسيون. هذا كيقدر ينقل في جوج ديال الاتجاهات، كيدير النقل ديال جوج ديال الجزيئات مختلفين في اتجاه واحد. Antipore transport de deux molécules différentes dans des directions opposées. هذا كيدير النقل ديال جوج ديال الجزيئات مختلفين في اتجاهين متعاكسين. دابا اجي نشوفوا الفرق ما بين الترونسبور باسيف و الترونسبور اكتيف باش تفهموا مزيان. عندنا لو ترونسبور باسيف كيف ما قلنا كيكون دون لو سونس دو غراديان دو كونسونطراسيون، يعني كيكون عنده نفس منحى التركيز. اما لو ترونسبور اكتيف كيكون كونتر ان غراديان دو كونسونطراسيون، كيكون ضد منحى التركيز، لهذا كيحتاج لا تي بي. عندنا لي موليكول اللي كيتم النقل ديالهم هما لي موليكول الصغار ولا موليكول ديال لو. وعندنا في لو ترونسبور اكتيف كيتم النقل ديال لي ماكرو موليكول و لي زيليكتروليت. دابا غادي نشوفوا لو سيتوبلازم. نشوفوا لا ديفينيسيون ديالو اللي هي لو سيتوبلازم désigne le contenu d'une cellule vivante. Plus exactement, il s'agit de la totalité de matériel cellulaire délimité par la membrane plasmique. يعني ان هاد السيتوبلازم هو اللي كيكون وسط الخليه، هو اللي كيكون مجموع فيه كاع المحتويات ديال الخليه الحيه وكاع المواد الخلويه ديالها، هو اللي كيكون كيحدو هذاك لا ممبران بلازميك او لا غشاء البلازما. دابا ندوزو نشوفو اول نوع اللي كاين في هذا السيتوبلازم اللي هما لو سيتوزول. نشوفوا la définition ديالو اللي هي le milieu intracellulaire se compose d'un liquide appelé cytosol. Il est constitué en moyenne de 85% d'eau et son pH est neutre. C'est dans ce milieu que l'ensemble des organettes de la cellule baignent et que les principales activités cellulaires se déroulent. يعني داك الوسط داخل الخليه السائل اللي كنلقاو فيه هو اللي كيتسمى سيتوزول، وبالعربيه العصاره الخلويه، وكيتكون من 85% ديال الماء، والحموضه ديالو البي اش ديالو كيكون محايد. كيف ما كتعرفوا ان في نفس هذا الوسط داخل الخليه كيكونوا جميع العضيات ديال هذه الخليه، وكيتم جميع لي زاكتيفيتي ديال هاد لا سيلول. دابا نشوفوا ثاني نوع اللي هو لو سيتوسكوليت. Le réseau fibreux de nature protéique constitue à la fois un squelette et une musculature pour les cellules
Il sert à maintenir leur forme et intervient dans les mouvements internes, les déplacements ainsi que cours de la division cellulaire بالعربية. تشكل هذه الشبكة الليفية ذات الطبيعة البروتينية هيكلا عظميا وجهازا عضليا للخلايا. إنه يعمل على الحفاظ على شكله ويشارك في الحركات الداخلية والنزوح وكذلك أثناء انقسام الخلايا. يعني أن الخلية أيضا كتمتلك هيكل ديالها كيف ما كتشوف في الصورة، هو عبارة عن شبكة ليفية، والدور ديالو مهم بزاف، هو كيعاون في الحركات الداخلية اللي كيوقعوا داخل الخلية وكذلك لي ديبلاسمون ديالها داخل الجسم ديالنا، وكذلك في أثناء الانقسام ديال الخلية أي لا ديفيزيون سيلولير. دابا ندوزو نشوفو لو سنتروزوم. La définition ديالو اللي هي le cytosquelette contient les centrosomes des éléments tubulaires intervenant dans la division cellulaire. يعني ها السيتوسكوليت اللي شفنا فيه ايضا دي سنتروزوم اللي هما عباره عن جسيمات مركزيه و دي زيليمون تشوبولير يعني عناصر انبوبيه كيف ما تشوف الشكل، هما الشكل ديالهم على شكل انابيب كيدخلوا في الانقسام ديال الخلايا. وشاك سنتروزوم اي كومبوزي دو سنتريول، يعني كل جسيم مركزي فيه جوج ديال الجسيمات صغار ديالو. هاد الجسيمات الصغار هما عباره عن هياكل خلايا كيكونوا داخل السيتوبلازم وكيتكونوا لنا من 9 ديال لي تريبلي يعني 9 ديال التوائم وثلاثه ديال لي تيوبول، ثلاثه ديال الانابيب. هذا غير الشكل ديالهم كيفاش داير، ولكن حنا اللي كيهمنا نعرفوا الدور ديالهم. كيف ما كتشوفوا لتحت leur fonction est de diriger tel des allemands le sens de la division cellulaire. يعني الدور ديالهم كيتمثل في توجيه اتجاه انقسام الخلايا بحال شي مغناطيس، وايضا هو اللي كيدير لنا التكوين ديال داك المغزل الانقسامي اثناء انقسام الخلايا. دابا غندوزو نشوفو لي زورغانيت وغنبداو بلو ريتيكولوم اندوبلازميك. غنشوفو لي ديفينيسيون ديال هاد الريتيكولوم اندوبلازميك. قالك لي ريتيكولوم اندوبلازميك سون دي زورغانيت افيك اون دوبل ممبران intracellulaire. Ils ressemblent à un amas de replis formant des cavités à polycisternes. Ils sont en continuité avec la membrane du noyau. يعني انا داخل الخليه كنلقاو عضيات، هاد العضيات ما بيناتهم كنلقاو هاد لوغيتيكولوم اندوبلازميك اللي هو عباره عن الشبكات الاندوبلازميه، هي عندها غشاء مزدوج وتشبه مجموعه من الطيات التي تشكل تجاوف، يعني الطيات ديالها كيشكلوا لنا واحد التجاوف اللي كنسميوه السهاريج اللي هما دي سيتارن. عندهم جوج ديال الانواع، كاين لي غوتيكولوم اندوبلازميك غرانولو ou réticulum endoplasmique rugu à sa surface recouverte de ribosomes qui assemblent les acides aminés en protéines suivant l'information venue du noyau. وكاين النوع الثاني اللي هو le réticulum endoplasmique lisse. Lui n'en porte pas. Il intervient dans la synthèse de lipides, phospholipides, des acides gras, la détoxification des cellules, transformation de molécules toxiques en molécules atoxiques et le stockage du calcium. إذا النوع الأول اللي هو الغوتيكولوم اندوبلازميك غرانولو ولا غوغو هما عبارة عن الشبكة الاندوبلازمية الحبيبية والشبكة الاندوبلازمية الخشنة. السطح ديالها كنلقاوه مغطى بلي ريبوزوم بالريبوزومات، العكس ديال الغوتيكولوم اندوبلازميك ليست. يعني من السمية ديالو غيبان لكم ليست يعني هو ليس بخشن، يعني في السطح ديالو مكنلقاوش الريبوزومات. هو كيعاوننا في لا سانتيز ديال لي ليبيد وفي لا ديتوكسيفيكاسيون ديال لي سيلول. دابا ندوزو نشوفو تاني اورغانيت اللي هما لي ريبوزوم. اذا نشوفو لا ديفينيسيون ديالهم، قالك سي سفير libre ou associé au réticulum endoplasmique granuleux participe à la synthèse protéique à partir d'ARN. Leur fonction est de synthétiser les molécules de protéines à partir des acides aminés. Ils utilisent les ordres donnés par le noyau. يعني ان هاد الريبوزومات اللي كيكونوا حرين في النواة ولا اللي كيكونوا مرتبطين بداك الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو كيعاونونا باش نصنعوا البروتينات انطلاقا من لاير ان اللي بالدور ديالو كيعطينا الاحماض الامينيه لي زاسيد اميني اللي كيعطيونا البروتينات. دابا غنشوفوا لاباراي دغولجي. إذا la définition ديالها elle est formée de sacs aplatés les uns sur les autres. Son rôle est de stocker les protéines issues de réticulum endoplasmique granuleux, d'achever leur maturation, de vérifier leur qualité et de les sécréter. Les protéines à sécréter sont alors concentrées dans des vésicules issues des extrémités de l'appareil de Golgi. Ces vésicules sont déversées dans le milieu extracellulaire par exocytose.
يعني ان هاد لاباغي د غولجي الدور ديالها تخزين البروتينات اللي جاونا من داك الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو، وكتكمل النضج ديالها. وملي كتبغي تفرزها لنا كتفرزها فواحد الحويصلات، واحد لي فيزيكول كيف ما كتشوف التالي ديال الصوره، كاينين تما دي فيزيكول كتفرز فيهم هاد لي بروتين وكتطلقهم في البيئه خارج الخليه. دابا ندوزو لواحد لورغانيت واحد اخر اللي هما لي ليزوزوم. Homa, ce sont des vésicules contenant des enzymes hydrolytiques qui proviennent du réticulum endoplasmique ou de l'appareil de Golgi. Ces enzymes servent à digérer les macromolécules inutilisables telles que les organes détruits ou abîmés, les substances toxiques si la digestion cellulaire. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان هاد لي ليزوزوم هاد الحويصلات كيحتويو على واحد الانزيمات هيدروليتيك، يعني التحلل المائي، كتجيبهم يا اما من الريتيكولوم اندوبلازميك يا اما من لاباغاي دو غولجي. هاد الانزيمات كيعاونونا باش نهضمو دوك لي ماكروموليكول الجزيئات الكبار اللي مبقيناش باغيينهم اولا تالفه. يعني هذا هو الهضم الخلوي، هاد لي ليزوزوم كيقوموا لنا بالهضم الخلوي. ندوزو دابا واحد لورغانيت واحد اخر اللي هما لي ميتوكوندري. نشوف التعريف ديالهم. هما sont des organettes en forme de haricots de très petite taille. Elles ressemblent à de petites bâtonnets et possédent une double membrane intracellulaire. هاد الميتوكوندريات كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها هما عباره عن وضعيات صغيره جدا كتكون داخل الخليه، الشكل ديالها بحال حبه الفول، وطبعا عندها غشاء مزدوج داخل الخليه. نشوفوا هذا الغشاء مناش كيتكون. عندنا لا ممبران انترن، الغشاء الداخلي، فورم دي روبلي ابولي كريت، يعني عنده فيه واحد الطايات كيسموا دي كريت كي سامبريك دون اون سبستانس ابوليماتريس، كيتناسبوا مع لا سبستانس اللي كاينه الوسط ديال الميتوكوندري اللي كتسمى لا ماتريس. وكنلقاو بعض الانزيمات اللي كيكونوا مسؤولين على لا ديغراداسيون دي نوتريمون، يعني كيردهم فواحد لا فورم سامبل بحال الجليكوز. هاد لي ديغراداسيون كيحتاجوا لنا الاكسجين، وكتسمى هاد الدائره بلا ريسبيراسيون سولير اي التنفس الخلوي. وهاد الانزيمات كيعاونوا هاد الميتوكوندري باش يعطيونا لا تي بي اللي هو السورس ديال الانرجي ديال هاد لا سيلول، وكيستخدم بزاف ديال الانشطه وكذلك في الترونسبور اكتيف اللي كنا شفنا. دابا غندوزو نشوفو لي فاكيول. Homa, ce sont des cavités sphériques et mobiles qui contiennent des substances stockées par les cellules ou bien des déchets à éliminer. قالك هي عبارة عن واحد التجاويف كيكونوا كروية، الشكل ديالهم كروي، وكتكون متحركة وكتحتوي على مواد كتخزنها الخلايا او الفضلات اللي يتم التخلص منها. يعني هاد الخلية اي حاجة كتبغي تخلص منها ولا تخزنها عندها كتحطها كديرها في هاد لي فاكيول اللي هما عبارة عن تجاويف، يعني كديرها في هاد التجاويف الكرويه. دابا غندوزو نشوفو اخر اورغانيت اللي هي لو نوايو. نشوفو لا ديفينيسيون ديالها. elle est visible dans la cellule lorsqu'il ne se divise pas. l'interface elle est limitée par l'enveloppe nucléaire et contient. كيف ما كتشوف في ليماج هذه هي لا فاز ديال الانترفاس. كيف ما كتعرفوا كتكون لو نوايو باينه عندنا قبل، يعني ما لا سيلول طرا لها زعما دوك الانقسامات اللي كنعرفوا، يعني كنمشيو لا فاز الاولى اللي هي الانترفاس. كاين فيها جوج ديال الانواع في هاد لو نوايو. كاين لا كروماتين كي كونستيتيي دي ان ديكوندونسي لو سبور جينيتيك دو لا سيلول، وكاين لو نوكليول كونستيتيي دا ار ان كي اسوسيي ا دي بروتين سينتيتيزوران دي ريبوزوم. في هاد ليماج غتشوفوا الشكل ديال لا كروماتين، هذاك اللي بالزرق ورقيق شويه، يعني قبل ما يكون عندنا كروموزوم كامل كيكون عندنا كروماتين. وكيف ما كتشوف الشكل الثاني عندنا النوكليول. هادو جوج انواع باش كتكون هاد النوايو. اذا قال لك لو نوايو بوسيد ان ديامتر فاريون دو 10 à 20 ميكرومتر، يعني ان القطر ديالها كيتراوح من بين 10 حتى 20 ميكرومتر، وهي اكبر العضيات. وكتكون كيداير بها واحد لا ممبران كيتسمى لا ممبران نوكليير كيكونوا فيه دوبل كوش. هاد لا ممبران فيه دي بور اللي كيمكنونا باش يكون عندك لي زيشونج ما بين النواه ما بين السيتوبلازم. وعندنا لو نوكليوبلازم هو الوسط ديال النواه اللي كيكونوا فيه كاع لي زيليمون اللي كيكونوا في هاد النواه، وعنده جوج ديال الوظائف. الوظيفه الاولى هو انه كيكونترولي لينا لي رياكسيون ديال السيتوبلازم، يعني كيتحكم في التفاعلات ديال السيتوبلازم وكيخزن لنا المعلومات اللازمه لانقسام الخلايا. اذا حتى لهنا نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واللي ما فهمش شي حاجه يقولها في لي كومونتير، ونتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله على لي تيسيو.